انتمائنا ومن حضور القدس الدائم فينا وفي ثقافتنا وفي هويتنا. سرقوا الأرض ويسعون للاستيلاء على المقدسات والأوقاف، ولكن ما بيقدروا انهم يسرقوا ثقافتنا وانتمائنا ومحبتنا للقدس. واحنا لما بنشوفكم ولما بنتعرف عليكم بنلتقي مع هاي الوجوه الطيبة نستبشر خيرا، انه في خير في هذه الأمة وفي هذا الشعب، وانه لا يضيع حق وراءه مطالب مهما تآمروا علينا ومهما خططوا لتصفية قضيتنا. لا بد للحق أن يعود في يوم من الأيام إلى أصحابه. وجماعات حلوة من هالشكل في مصر أو في غير مصر، هي بعتبر أنه هي لقاءات مهمة جدا، لأنه من خلال اللقاء إحنا بنعزز الصداقة وبنعزز المحبة والعلاقة فيما بيننا، وبنتداول في شؤون فلسطين وفي شؤون القدس في شؤون الأرض المحتلة. وأنا بعتقد أنه لقاءات من هذا النوع هي لقاءات ضرورية أنه تصير بين، يعني كل فترة وفترة يصير في لقاء من هالشكل، على أساس أنه نلتقي مع بعض ونحكي مع بعض، نحكي لكم عن فلسطين وآلام فلسطين وأوجاع فلسطين، مع أنه اليوم وسائل الإعلام ووسائل التواصل تنقل الحدث. يعني يمكن في شغلات بتصير في القدس توصلكم قبل ما توصلنا إحنا في ظل وسائل التواصل الموجودة. بس بشكل عام القدس تمر بظروف صعبة جدا. يعني أنا موجود هون ولكن قلبي في القدس، على ما يحدث في القدس، على ما يحدث في البلدة القديمة من القدس من تآمر على هذه المدينة وعلى هذه المقدسات. ولكن يعني لن نحبط. أعدائنا بدهم إيانا إنه نكون محبطين، ولكن لن نكون محبطين، لأنه إحنا أصحاب قضية عادلة، والقضية العادلة هي دائما المنتصرة على الباطل وعلى الظلم. وإن شاء الله دائما لقاءاتنا بتتكرر وبتتواصل. وشكرا لكل الإخوان المبادرين والمعدين والمساهمين والعاملين من أجل إنجاح هذا اللقاء وهذا الملتقى. إحنا الليلة كمان الساعة 8 مش هيك؟ بعد العشاء إن شاء الله. بعد العشاء راح يكون في عنا لقاء، وراح يكون في عنا تكريم للضيوف اللي آتين من لبنان ومن غير لبنان كمان. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه. يمكن هاي فرصه سعيده. دائما اللقاءات اللي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى بيسخرها ليلقوا الاحبه، ويمكن دائما بيكون في فضل لناس ورا هالشيء تجمع المحبه. فانا بشكر الاخونا ابو احمد اللي ايده دائما بيضة على اهلنا في مخيماتنا وعلى الداخل وعلى اللقاءات هاي الجميله. يمكن زي ما حكى سياده المطران، الميديا بتنقل الصوره، لكن بتنقل الصوره والحدث، لكن ما بتنقل الروح، ما بتنقل الحس. فلما انا ابو احمد حب يكرمني اني اشوف سياده المطران بمصر، انا انحسدت كثير لما رجعت على بيروت وسوريا اني شفت المطران. واليوم يمكن انا هنحسد اكثر بمحبه الناس اللي شفناها من ابو فادي والدكتور رائد واهل بلدنا والنشامه اللي عندنا. فشكرا ابو احمد. وهي النشميات. فهي المبادره من ضمن اللقاءات اللي صارت. انا تعرفت على اخوي جابر. انا انسان اذا وضعت جبال الذهب بكفي وهو بكفي، هو بامانته وصدقه وحبه للبلد واهل البلد كفته بترجح، لانه انسان شفاف. وهذا العمل انك بهالدنيا اذا بتكسب صديق مثل جابر بيكون الله منعم عليك، وان شاء الله تديم هالصحبه. ان شاء الله. معلش انا عفوا. الحقيقه في هيك ملاحظه انه احنا كنا محتاجين لشيء
في قضيتنا الفلسطينية. طبعا سياسيا نقولوا ما لنا وما السياسي، احنا خلونا السياسي على جنب لأنه أخذت حقها وزيادة السياسة. بس الاجتماعيات أنا اللي شايفه إنه مبادرة مثل مبادرات أخونا ثائر غضبان، هذه مبادرة يعني ثانوية، يعني جاءت بوقت حقيقة وقت كثير صعب، وقت الناس يأست فيه يعني من السياسيين ويأسوا من الشخصيات الاعتبارية اللي موجودة في قضية فلسطين. أنا دائما أنا كتبت مرة في الموضوع هذا، قلت ثائر غضبان جاء في وقت ضروري جدا، وهو وكأنه قدر، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى سخره لأن يكون يفتح طاقة أو نافذة في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة أنه طلع من قلب شيء كبير جدا اللي هو المخيمات الفلسطينية. المخيمات الفلسطينية هي بداية الثورة، انطلقت من المخيمات الفلسطينية إعادة الذاكرة للشعب الفلسطيني بأنه له قضية هي المخيمات. لولا وجود المخيمات على فكرة يعني رغم انها يعني ممكن تكون شر للمخيم، لكن المخيم هو خير لقضية فلسطين. انه لولا المخيمات ولا الناس ذابت في المجتمعات العربية والمصارم، بس ظل المخيم هو البؤرة او النور الذي يسطع ويقول للعالم هناك قضية فلسطينية وهناك شعب مظلوم. حقيقة مش مجاملة لأنه صديقي أو لأني بحبه لأبو أحمد أو كذا، لا، اللي عم بيعمله أبو أحمد مش شغلة عادية، وفي كتير تساؤلات حقيقة طلعت وأنا كنت أرد عليها دائما. إنه ليش؟ شو الداعي رجل يجي يصرف وينفق ويجي يحط شعار العودة بينما الناس مروحة وهو بيرجع راجع؟ يعني هذه على فكرة لفتة مهمة وكبيرة جدا في مرحلة من مراحل تاريخنا الفلسطيني، وهذه أنا بدي أركز عليها على فكرة، لأنه في ناس مش منتبهين شو اللي عم بيصير. يعني ناس عم بيبيعوا فلسطين وناس عم بيرفعوا شعار عودة. هذا شيء يعني مش بس شعار، هو بيجسدوا بهذه الحركة اللي عم بيعملها، بالدعوات هاي اللي عم بقيمها، باللقاءات اللي عم بيجمع فيها فلسطينيين العرب ال48، خاصة أهلنا في ال48 اللي إحنا في فترة من الفترات انقطعنا عنهم وانقطعوا عنا، بطلنا نعرف عنهم شيء، بطلوا يعرفوا عنا شيء. وبالتالي هذا النوع من اللقاءات والاجتماعات هذه والمبادرات هاي أنا برأيي هذا الشيء سيسجل، ويجب أن يكون هناك كمان تقليد له، مش بس من أبو أحمد، من ثائر. لازم يكون في شخصيات بكرة نشوفها ونحفزها حتى تنطلق من خلال هذا المنطلق ومن خلال هذه الرسالة، لأنه هذه رسالة مش بسيطة أنا برأيي، ولازم كلياتنا نعمل على إنعاشها. وخاصة يعني سيادة المطران له تأثيره في مجتمعنا وفي قضيتنا، لازم نبرز الحالة هاي، إنه الدعوة إلى عودة الروح لروح العودة، لثقافة العودة إلى فلسطين. شكرا. أول شيء تحياتي واحترامي لجميع الإخوة والحضور. في ناس كتير كانوا يسألوا انت مين وشو اللي بدك اياه وشو اللي عم تعملوا، واتهامات كتير تنزل. كلامي على طول واضح. الحياة اللي عشناها بلبنان بالمخيمات من الستينات لغاية هلا عم بشوف كيف ظروفها علمتنا شغلة. الثورة الفلسطينية خلال وجودها انه تنظيمنا وفصيلنا هو فلسطين، وبوصلتنا القدس الشريف. يمكن سيادة المطران ضوى على قضية القدس مهمة جدا كمقدسات إسلامية ومسيحية موجودة بالقدس وعملية تهويدها، لكن الحقيقة التهويد عم يصير لكل فلسطين، كل فلسطين.
يعني عندنا المسجد الإبراهيمي تقريبا الخليل البلدة القديم انتهت، وهي سحبوا طلبوا الصهاينة سحب القوات الدولية من الخليل، والوضع كثير صعب بالخليل. امبارح هددوا عيلة بالخليل بالقتل او يطلعوا من بيتهم بالبلدة القديمة من احدى العيال القليلة اللي بعدها موجودة هناك. وكمان امبارح واول امبارح هدموا بيت باللد وبيت بالنقب وبيت بالقدس. اهلنا بغزة عم بيقدموا اجساد جسر لعودتنا. بالضفة الغربية عندنا مقاومة موجودة للأسف بالإعلام ما حدا عم بيشوفها، لكن عم نتابعها كلياتنا من خلال التواصل الاجتماعي. شعبنا لسه بيقاوم ولسه حي بالضفة الغربية. بالأراضي المحتلة عام 48، وأنا كتير سعيد إنه جزء كبير موجود معنا هون هلا. وهاي اللقاءات اللي بتأكد تواصلنا مع بعض إنه إحنا شعب واحد، وبنأكد على حق عودتنا لبلادنا من خلال هذا التواصل. يعني في عندنا مؤامرة كبيرة على شعبنا، مش بس عندنا بالمخيمات، المؤامرة موجودة بقطاع غزة بالضفة الغربية بأراضي 48. عملية تهويد كاملة عندنا احنا بالمخيمات. الناس وصلت لقناعة فعلا صعب تيجي تحكيها، اذا بتجاوبها او اذا تناقشن فيها بذكوا لك مليون اتهام. بدنا نهاجر. ناس كثير صاروا يقولوا لا بدنا فلسطين ولا بدنا اي شيء، فقط بدنا نعيش. وصلوه ان مرحله يأس فعلا موجوده. الشغله الوحيده اللي بتحفز اهلنا بالمخيمات على الصمود، اللي هي مخيماتنا بنعتبرها حق عنوان لعودتنا، هو صمود وثبات اهلنا بفلسطين المحتله وخاصه باراضي 48. يعني انا في موضوع كثير بيوجعني من جوا، وضع اهلنا باراضي 48 موصلين لمرحله مع العلم الشفافيه والانتماء الوطني موجود عندهم بقوه، ويمكن اكثر بكثير من فلسطينيين موجودين برا سواء بالضفه او بغزه او بالخارج. لكن عم ينخلق وضع عندهم موجود من خلال الممارسات الصهيونية، وللأسف بعض القيادات الموجودة بأراضي 48 خلت موجود نوع من عدم المحبة بين بعض واتهامات بين بعض. الجريمة اليومية اللي موجودة عم نسمع كل يوم، إذا مش جريمة تنتين أو ثلاثة. يعني الحوادث السير المفتعلة للأسف إحنا ناقصنا زي ما حكى أخونا أليف صبار برنامج وطني، قيادة حقيقية تنبثق من هذا الشعب وتطلع ببرنامج وطني حقيقي تجمع الشعب كلياته ونعرف حالنا لوين ماشيين. يمكن أنا صار لي سنين بطرح العصيان المدني الشامل. إحنا ما بإيدنا لا نووي ولا بإيدنا صواريخ ولا بإيدنا أي شيء، بإيدنا أجسادنا وشعبنا المتشبث بهذه الأرض. فإحنا بإيدنا شغلة وحيدة نقدر نعملها. يعني أنا هون بدي أسأل، إذا بدنا نيجي من كل هالوطن العربي ومن فلسطين نهب هبة رجل واحد كلياتنا وننطلق، لا عصاي ولا حجر ولا أي شيء، وندخل على فلسطين. شو بدنا نسوي اليوم؟ قديش بدهم يقتلوا؟ مليون 2 3؟ عندنا عشرات الملايين ممكن يدخلوا ويقطعوا الحدود. أهلنا بأراضي 48 وقفوا وقفة واحدة، أهلنا بالضفة، أهلنا بغزة. هلا بذكرى النكبة مسيرات العودة، لو كل أهلنا فقط الفلسطينية أنا متأكد بيشجعوا عرب كتير يطلعوا يوقفوا وقفة واحدة مسيرة العودة، كل واحد على بلده وننطلق. قديش بدهم يقتلوا مننا؟ بس بالنهاية رح نرجع. يعني لا يموت حق وراء مطالب، وإحنا من ناحيتنا واثقين من عودتنا لبلادنا بإذن الله، بوجود الإخوان كلياتها الموجودين، بوجود سيادة المطران والمواقف الرائعة اللي بيحملها، اللي دايما بنشرها، اللي بتساهم لزرع الانتماء الوطني عند جزء كبير من شعبنا، اللي صار يعتبر سيادة المطران عنوان شامل لكل شعب وين ما كان. يعني ما حدا بيقدر يجاوب عليه او يحكي اي كلمه على سياده المطران غير يوافقوا على كل اللي بيحكيه.
لكن ناقصنا احنا القياده الوطنيه الحقيقيه ببرنامج وطني واضح جدا لننطلق له. يمكن رانيا بنتي لما نزلت على فلسطين في وريم لأول مرة بتحكيها، يعني بتقول لي أنا وريم كنا صغار كنا يضحك عليكم شو بتحكوا عن فلسطين وعلى الكوفية. بنزلتها هاي المرة قالت لي أنا عرفت شو معنى الكوفية وصرت متمسكة فيها. لما بالخليل وقفوها وكانوا بدهم يعتقلوها هي وريم ودخلوها غرفة تحقيق، طلبوا منا طلب واحد: شيل الكوفية. قالت لي بابا انا ما خفتش. قلت له ما بدي اشيلها وتحديته. قلت لها ليه ما خفتي؟ قالت لي لانه تذكرت انا وريم احنا وصغار كيف كنا نحكي نضحك عليكم شو متمسكين بهاللفحه اللي اسمها كوفيه. شفت النظره تبعته بهالحقد الكبير على الكوفيه كيف بده يشيلها، كيف بده يشيلها. لما طلعنا جبروا يطلعونا في حوالي 60 صحفي عالمي من اوروبا جايين. الصحفيين يجي يسالوهم انه ليه وقفوكم؟ عشان اللفحه هاي انتم لابسينها من البرد وقفوكم ودخلوكم لجوا. فهمت شو معنى الكوفيه، عرفت ليه احنا متمسكين بالارض متمسكين ببلادنا. وفعلا انا يعني مناسبه نشكر اخونا رائد، اخونا حسان الشبل كمان اتسهل طلع على البلاد على عكا على المكر، وسياده المطران. الوقفه اللي وقفوها مع رانيا انا بعتبرها رائعه جدا. رانيا عم تدرس حقوق دوليه. رحلتها على فلسطين ساعدتها بشكل كبير جدا لتزرع الانتماء اللي انا عم بزرعه فيها من هي وصغيره، وبدها تزرعه عند عيلتها وعند اطفالها بالمستقبل. بنتمنى انه هاي الجمعه تكون جمعه حلوه ولقاء رائع. وجودك ابو احمد ولقائنا الثاني باذن الله يكون بالبلاد محرره ونرفع سويا علم فلسطين فوق اسوار مش بس القدس كمان عكا وفوق مآذن كل مساجد وكنائس فلسطين. وابو فادي كان الشكر لابو فادي. وابو فادي كمان. رانيا اذا الروح اللي بيمتلكها ابو فادي روح الامل وروح الشباب، اذا هاي انبثت بروح شبابنا بيبقى الامل زي الشجره الصغيره اللي عم تكبر كل يوم. اي والله. يعني رحت على فلسطين، متابعتي لها من خلال التواصل الاجتماعي كل حركه. انا يعني ما كنتش متفاجئ متوقع، بس عدد كبير جدا من عندنا من مخيمات لبنان كان عم يتابع هذا الحدث لحظه بلحظه كانه هو عايش وهو متابع. كان بس مباشر.